اهلا بيكم في التايم لاين. لو كان عندك سوشيال ميديا زي الايام دي سنة 1889 كنت هتشوف على التايم لاين خبر افتتاح المعرض العالمي للعلوم والصناعات في باريس، وعلى الهامش افتتاح برج ايفل. برج ايفل على الهامش؟ ايه اللي بتقوله ده يا اسطى؟ اهدى عليا انت بس يا صاحبي. امال لو قلت لك ان هما كانوا عاملينه فترة مؤقتة ويهدموه بعدها هتقول ايه؟ لا 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 لا، ده كلام كبير. لا ده في حاجات اكتر من كده، بس بعد البروم. هنرجع شوية لما بعد الثورة الفرنسية. كانوا بيعملوا مهرجانات ومعارض في كل المجالات تقريبا عشان يزودوا الشعور بالانتماء والوحدة الوطنية عند الشعب. ومن ضمن المهرجانات دي كان في معارض للعلوم والصناعات. فكرة عمل معارض للعلوم والصناعات نجحت نجاح كبير لدرجة انها تخطت حدود فرنسا، وبقى يقام معارض زيها في امريكا وفي انجلترا وفي بلاد تانية تحت اسم المعرض العالمي للعلوم والصناعات. المهم يا صاحبي انه في سنة 1884 قررت فرنسا تستضيف المعرض العالمي للعلوم والصناعات في باريس سنة 1889 عشان يبقى احتفال بمئوية الثورة الفرنسية، وكانوا عاوزينه يبقى احتفال تاريخي ما حصلش قبل كده. عشان كده مدينة باريس عملت مسابقة لتصميم مبنى أو معلم يبين قوة فرنسا الصناعية، ويتم افتتاحه مع افتتاح المعرض. وتقدم للمسابقة 107 تصميم، وتم اختيار تصميم شركة إيفيل للإنشاءات. التصميم اللي فاز في المسابقة اشتغل عليه المهندس السويسري موريس كيكلام، والمهندس الفرنسي إيميل نوجيه من شركة إيفيل للإنشاءات. ولما عرضوه على المهندس جوستاف إيفيل صاحب الشركة ما كانش متحمس قوي له، وشاف إنه ناقصه حاجة، فعرضوا على المهندس المعماري ستيفن سوفستر عشان يدرسه. وستيفن سوفستر عمل تعديلات بسيطة على التصميم غيرت رأي جوستاف إيفيل، فاشترى منهم حقوق التصميم وسجله باسمه وقدمه للمسابقة. عملية البناء والتنفيذ واجهت صعوبات كتير، أهمها الفلوس. جوستاف إيفيل قدر تكلفة بناء البرج بحوالي 6.5 مليون فرنك، وساعة الاتفاق مع مدينة باريس صرفوا له 1.5 مليون فرنك، وقالوا له كمل من معاك. بصلاة النبي. طب بعد ما كمل من معايا هنتحاسب؟ لا طبعا، احنا هنمنحك حق استغلال البرج تجاريا مقابل اللي دفعته. حلوة الصيغة دي، حلوة ها؟ طب هستغل البرج تجاريا مدى الحياة؟ لا لا لا، مدى الحياة ده ايه؟ هم 20 سنة، احنا اصلا عاملينه عشان يبقى بوابة لدخول المعرض وعشان الاحتفال بالمئوية، وهنهدمه بعد 20 سنة، تكون انت لميت فلوسك واحنا خلصنا المعرض والمئوية. وهابي اند للجميع. وفعلا تم التعاقد على البنود دي، بس فكرة إنشاء برج حديدي في قلب باريس واجهت معارضة كبيرة جدا، وخصوصا من الفنانين والمثقفين بدعوى إنه هيشوه الجمال الطبيعي لباريس. لكن مع بداية الشغل في البرج سنة 1887 بدأت المعارضات دي تقل شوية بشوية. نيجي بقى للصعوبات التقنية. فكرة إنشاء برج حديدي بارتفاع 1024 قدم، يعني أكتر من 300 متر، تحدي صعب، وأكيد مش أي حديد اللي يتحمل الارتفاع ده أو الأحمال دي. الحديد المستخدم في بناء البرج ما كانش من الحديد الصلب، لا، كان من الحديد المكدس أو بادلد اير، وتمت عملية التكديس في مصانع الحدادة في مدينة بومبي شمال شرق فرنسا. طب والحديد الخام اللي كدسوه ده جابوه منين؟ شوف يا صاحبي، المصادر الفرنسية بتأكد إن الحديد تم استخراجه من مدينة لوريون ومدينة نانسي، لكن صعب جدا نغفل احتلال فرنسا للجزائر في الفترة دي، وصعب نغفل استغلال الفرنسيين لمناجم الحديد اللي اكتشفوها في الجزائر، وكمان ما نقدرش نغفل تميز خام الحديد في الجزائر بارتفاع نسبة الحديد فيه واحتوائه على المنجنيز. يعني قصدك تقول إن الحديد اللي في برج إيفل اتسرق من الجزائر؟ بص يا صاحبي، هو احتمال مش قليل، خصوصا انه مفيش مصدر موثق يثبت او ينفي ده بشكل قاطع. لكن الحقيقة المؤكدة انه مش بس الحديد، لا،
موارد كتير قوي سرقتها فرنسا وما زالت بتسرقها من الجزائر ومن غيرها. فمش هتفرق يعني إذا كانت سرقت الحديد وعملت بيه برج أو عملت بيه سكة حديد. نرجع لموضوعنا. بناء البرج استغرق 2 وشهرين و5 أيام. أول مرة دهنوا البرج دهنوه باللون الأحمر الغامق. وجوستاف إيفيل أصدر توجيهات مشددة بضرورة إعادة طلاء البرج مرة كل 7 سنين لحمايته من الصدأ والتآكل. وعملية إعادة الطلاء دي مستمرة لحد النهاردة. وفي يوم 31 مارس سنة 1889 تم افتتاح المعرض العالمي للعلوم والصناعات في باريس، وعلى الهامش تم افتتاح برج إيفيل كبوابة لدخول المعرض. التكلفة الإجمالية لبناء البرج وصلت 8 مليون فرنك. ادفع بقى يا عم جوستاف. جوستاف إيفيل فعلا أقل واجب اتعمل معاه إن البرج يتسمى باسمه. تخيل إنه بنى لنفسه شقة في البرج وكان عايش فيها وبيتابع منها الشغل طول فترة الإنشاء. وكمان بنى معملين في البرج لدراسات الطقس والنجوم والفيزياء. ووقت الافتتاح ما كانوش لسه خلصوا الشغل في الأسانسيرات. فتخيل إنه شال العلم الفرنسي وطلع بيه 1710 سلمة لحد ما علقوا على السارية اللي في أعلى البرج أثناء مراسم افتتاح المعرض. والحقيقة إنه برج إيفل رغم افتتاحه على الهامش إلا إنه كان نجم المعرض لدرجة إنه استقبل 2 مليون زيارة طول فترة المعرض بس. وعد فلوسك بقى يا عم جوستاف. يا ابن المحظوظ يا فوزي. طبعا كان مفترض هدم البرج بعد 20 سنة حسب الخطة، يعني في سنة 1909. لكن استخدام البرج كمحطة راديو في سنة 1906 والاستفادة العلمية منه في دراسات الطقس والنجوم والفيزياء أجلوا قرار الهدم شوية. لكن اللي لغى فكرة الهدم تماما كان الدور اللي لعبه برج إيفل أثناء الحرب العالمية الأولى. البرج والحرب، لا ترجم لي بقى. أثناء الحرب العالمية الأولى تم استخدام محطة الراديو الخاصة بالبرج في الاتصال بالقوات الفرنسية المحاصرة تحت الأرض أو السفن الحربية الفرنسية، وكمان لاعتراض رسائل الأعداء. وده كان سبب في كشف الجاسوسة ماتا هاري. ماتا هاري كان الاسم الفني لراقصة استعراضية هولندية مشهورة جدا في الوقت ده. جندها الألمان لنقل معلومات عن فرنسا أثناء تقديمها العروض هناك. وفي سنة 1916 محطة الراديو الخاصة ببرج إيفل اعترضت رسالة موجهة لماتا هاري، وتم كشف ماتا هاري وتجنيدها كعميلة مزدوجة تنقل معلومات عن الألمان لفرنسا. ما علينا من الحكاية دي. بعد وفاة جوستاف إيفيل في سنة 1923 اتقفلت شقته اللي كانت في البرج وما بقتش بتتفتح غير لزوار معدودين بس من الVIP. برج إيفيل ما فضلش على حاله. يعني لو تفتكر قلنا ان ارتفاعه كان 1024 قدم، لكن في سنة 1957 ارتفاعه بقى 1083 قدم بعد ما ركبوا فوقه انتنة وبدأوا استخدامه في البث التلفزيوني. ولو تفتكر برضو قلنا ان اول مرة دهنوه باللون الاحمر الغامق، لكن اللون ده اتغير بعد كده اكتر من مرة سواء للاصفر او البرونزي. وفي سنة 1965 استقروا على درجة مميزة من اللون البني وسموها باسم البرج، بني برج إيفيل، وهي الدرجة اللي لسه بيستخدموها لحد النهاردة. وفي سنة 2015 أثناء عملية تطوير شاملة للبرج أضافوا 2 من توربينات الرياح عشان يساعدوا في توليد الطاقة الكهربائية، وكده البرج ينور نفسه بنفسه. وكمان أضافوا نظام لتجميع مياه الأمطار وإعادة استخدامها في حمامات البرج. وفي سنة 2015 كمان قرروا فتح شقة جوستاف إيفيل اللي في البرج للزيارة لعامة الجمهور. البرج الملقب بلادام دو فير أو المرأة الحديدية أصبح النهاردة المعلم الأشهر لمدينة باريس والرمز الأكبر لدولة فرنسا، وأصبح مصدر إلهام لتصميمات عالمية زي برج بلاك بول في إنجلترا وبرج طوكيو في اليابان. كان ممكن جدا ما يكملش لولا جوستاف إيفيل. جوستاف إيفيل كان مشهور بتصميماته لإنشاءات من الحديد زي قاعدة تمثال الحرية الشهير، وكمان صمم 3 كباري في مصر: كوبري أبو العلا، كوبري إمبابة، وكوبري بنها. وله تصميمات لأعمال كتير في أماكن مختلفة من العالم. في النهاية لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، اعمل اللايك، شير الفيديو لأصحابك، وما تنساش تشوف المصادر وتكتب لي رأيك في التعليقات. سلام.